ضيفي وضيفكم اليوم هو السيد المحجوب السالك، هو من مؤسسي جبهة البوليزاريو والمنسق العام لتيار خط الشهيد داخل الجبهة وإن كان منشقا عنها. لأن الناس لا تعرفني في المخيمات، درت اسم مركب المحجوب اسم الثورة، والسالك اسم الحقيقي، وأصبحت أعرف سياسيا بالمحجوب السالك. والناس التي تعرفني تقول المحجوب السالك، وهذا خطأ. المحجوب السالك اسم مركب من اسمين، اسم حركي واسم حقيقي. إبراهيم غالي أهله أصلا من نواحي مراكش. إبراهيم غالي المسألة الوحيدة الذي غيرها هنا أشعل لنا القرقرات، وبالتالي فقدنا القرقرات، فقدنا 600 سيارة للمواطنين الصحراويين كانوا يتاجروا بها، لم نعد لدينا حق للوصول البحر المتوسط، وأصبحنا ضحية للطائرات المسيرة ذاتيا. وهو يحاول أن يبني قصرا مليار و500 ألف أورو في تندوف، معناها أنه يريد أن تبقى القضية إلى ما لا نهاية. هذا في تندوف دولة جمهورية جنوب الجزائر أو جمهورية تندوف، والصحراويين راهم يعيشون في الدول التي يديروها في الدول، عفوا المدن التي يديرها المغرب، راحة وامتياز. الصحراويون الذين في تندوف يعني هل يدركون أن الجزائر لا تنفق عليهم من أجل سواد عيونهم وأنهم مجرد ورقة سياسية؟ أنا أريد الناس هل يدركون هذا الكلام؟ لماذا يتحملون العذاب والعناء والعار والغبار في المخيمات؟ يعني أنا أريد أن أفهم. الناس يا أستاذ في المخيمات يجب أن تفهم هناك نسبة كبيرة أصلا من الجزائر، من تندوف ومن ملعسل والخبي والعباطلة وحاسم منير وبشار وأدرار وبرج المختار. وهناك مجموعة أخرى من الحمامي ومقطير ورقشاش، ومجموعة أخرى من زوات. هذو لا يخسرون شيئا، أوراقهم جزائرية ومستقبلهم مضمون، ويعيشون مما تعطيهم وعشان في المخيمات مما تعطيهم البوليزاريو. يشاركوننا في العلاج في الخارج، يشاركوننا في جولات الأطفال في الخارج، يشاركوننا في الدراسة في الخارج، وذلك عايشين لها بحبوحة نعيم. وأولئك هم الوحيدون الذين استفادوا من هذا النزاع. كيف يقال المثل، الفار يجي يرزقوا له فم الغار، حتى هم جاهم رزق من ثم تندوف واستغلوا الفرصة. الصحراوي الحقيقيين اللي جايين من الصحراء متأكدين على أنهم غرقوا في وحل أكبر منهم، لهذا رجع العشرات منهم نحو برمقري والزويرات ونواديبو، الداخلة، العيون، السمارة، طنطا، رجعوا عشرات منهم رجعوا، والمئات منهم رجعوا. ولكن حتى أولئك اللي لا رجعوا لم يكن المغرب في مستوى توفير لهم ما يثير رغبة الآخرين في العودة. هناك الكثير من الصحراويين رجعوا من المخيمات موجودين الآن في المغرب ما عندهم سكن. هناك من عنده حتى ورق تعريف. ولهذا السفير المغربي في نيويورك أزعجهم لما قال لهم نحن حتى إذا سمحنا بدخول الصحراويين سنسمح فقط بأولئك الذين كانوا يعيشون في الصحراء أيام الاستعمار الإسباني. وهذا معناه على أنه نزع قرابة 70% من السكان الصحراويين اللي يستطيعوا الدخول إلى الصحراء، وأصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. الصحراويون حقيقيين اللي جاي من السمارة، جاي من طنطان وباليمين والداخلة والسمارة والعيون وبوجدور. طيب هل هم محتجزون؟ هل يستطيع أن نسمي هل هم حرية الحركة؟ يعني الذي يريد أن يعود إلى المغرب يستطيع أن يعود ولا محتجزين؟ لا الاحتجاز كان قبل 91. الآن الطريق مفتوحة، اللي بغى يمشي واللي بغى يقعد. فيها قدر من الصعوبة. أولا الجانب المالي لكي تسافر، وثاني الرخصة، لا بد لك من رخصة من الجزائر ومن البوليساريو لكي تسافر. لكن المشكلة على أن الناس ما عارفة، لا تعرف إلى أين تمشي. إذن هذه القضية الجزائر كما قلت لك تريد أن نبقى هكذا لكي تبيعنا للمنظمات الدولية، ولكي تقول المغرب ظلمهم، شردهم، قتلهم، يعيشون تحت الخيام، تتاجر بنا. المتاجرة بمعاناتنا تستفيد منها الدولة الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري والخطوط الجوية الجزائرية والجيش الجزائري والقيادة الجزائرية، ومن بقي من هذا يصل للصحراويين يصل قليلا. بصراحة وبوضوح للناس، ما هي أهداف الجزائر في دعم البوليساريو؟ أهداف الجزائر في دعم البوليساريو أولا لكي لا يتفرغ المغرب لمناقشة الحدود المغربية الجزائرية شرقية في الشرق شرقية. جميل. واحد. هذا اثنين. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة لكي تكون هناك قوة مزعجة للنظام المغربي إذا تجاوز حدوده في التعامل مع الجزائر.
النقطة الثالثة: لكي نجعل من هؤلاء الصحراويين الذي ضربنا المغرب بهم في 1962 أثناء حرب الرمال، نجعلهم قوة تضرب المغرب بعد ذلك. وهذه يجب أن نسجلها، لأن حرب الرمال هي العقدة اللي ما زالت حتى الآن لدى الجنرالات الجزائريين لمعاداة المغرب وليستخدموا الصحراويين ضد المغرب. وأخيرا: لكي تكون البوليساريو والصحراويين جنوب تندوف حجرا في حذاء المملكة المغربية لكي لا تستطيع أن تمشي باستقامة.